بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مش هنتكلم كتير، تعالوا نعمل شويه شوربه عدس بمناسبه الجو التلج ده. هنعملهم بطريقه مختلفه شويه وطعم مختلف بس حلو جدا، من غير لحمه بقى ولا فراخ ولا الحاجات الغاليه دي. تعال اقولك عملت القمر ده ازاي. معايا نص كيلو من العدس وجزرتين وطماطميتين وبصلايه وخمس ست فصوص توم كبار. هنغسل العدس غسله حلوه كده تحت الحنفيه، وبعدين هحط عليه الثوم والبصله متقطعه ارباع، والطماطم بحطها سليمه، وهحط عليه الجزر متقطع حلقات صغيره عشان يلحق يستوي. بعد كده هحط ميه يدوب بس تغطي العدس، ما تزوديش لان الخضار كمان بيجيب ميه. ارفعيه بقى على النار وسيبيه لحد الخضار ما يستوي والعدس كمان يستوي. الخضار استوى والعدس استوى كويس معايا، هنزل فيه بقى بالهاند بلندر وانعمه خالص. لو مش عندك هاند بلندر حطيه في شفشق الخلاط واضربيه، وفي الخلاط بيبقى احسن كمان لانه بينعم اكتر. حلة سخنة على النار وهنزل فيها بمعلقتين سمنة حلوين، وحطي عليهم معلقتين من الرز هنا بدل الشعرية، بيدي طعم مختلف واحلى كمان من الشعرية وجربيه. انا هنا ما بحمرش الرز، انا بقلبه في السمنة بس يسخن، وهنزل عليه بفصين توم كبار مهروسين. بحمر بقى التومة يعني تصفر معاكي كده خفيف، ما تديهاش لون غامق عشان ما تمررش معاكي. وهنزل عليها بمعلقة كزبرة ناشفة، وبحمص الكزبرة مع الثوم، وبعد كده بنزل عليهم بالعدس. في ناس بتحب تصفي العدس، انا ما بصفيهوش، انا بسيبه حتى لو في قطع من الخضار لسه ما اتضربتش كويس بتستوي فيه وبتديله طعم حلو. وبنزود العدس بشوية شوربة لو عندك شوربة فراخ أو شوربة لحمة، لو ما عندكيش بتزوديه بالمية. اظبطي قوامه خفيف شوية عشان الرز يلحق يستوي والعدس ما يشدش منك. بحط له التوابل، توابل العدس هنا يدوب شوية كمون، شوية فلفل أسمر، نص معلقة شطة خفيفة، والملح. لو بتحبي مرقة الدجاج ممكن تديله مكعب مرقة دجاج، بس أنا ما بحطهاش. بس كده، وبغطي عليه وبسيبه لحد ما يستوي، وبنغرفه بقى مع رشة البصل المحمر دي والعيش الشامي المحمر زي بتاع الكشري. وظبطي بقى شكل الاكل وقدميه بطريقه لطيفه كده، حتى لو كان حاجه بسيطه. الليمون والبصل الاخضر والبصل المحمر ده بيدي شكل حلو جدا. كمان ما تعمليش الاكل بكميات كبيره عشان ما يتزهقش منه او يفيض ويترمي. اكله يا بنات ما اقولكيش عليها، حلوه جدا وبتدفي جدا وبتشبع جدا، ولو عندك اطفال صغيرين برضو مغذيه جدا، وزي ما انت شايفه مليانه حاجات كلها مفيده. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى طريقتي في العدس تكون عجبتك وجربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات. لو الفيديو بتاعي عجبك، لو طريقتي في الاكله دي عجبتك، اكتبي لي رايك، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.